مساء الخير يا بنات، معاكم منوعات ماما مها. بصوا النهارده بقى هعمل لكم اكله تحفه تحفه تحفه. دي مثلا تنفع عزومه رمضان. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل دي خلطه المحشي. هنعمل ورق عنب، وادي اهو ورق العنب بعد ما انا حطيته في الميه وكده، عملت له ميه وكمون وملح وفلفل وملح وحبه سكر. حبه سكر ليه؟ عشان خاطر ايه؟ يفضل كده محتفظ بقوامه ومقرمش. وادي خلطة المحشي. خلطة المحشي عملناها ازاي؟ حطينا بصل، حطيت معاه انا بحب دايما اضرب معاه فلفل الوان، بيخلي طعمه سكر سكر سكر، وتوم وحبة خضرة. طبعا الخضرة مش باينة ليه؟ عشان انا فرماها في الكبة، فرمتهم كلهم مع بعض فطلع كده ايه الخلطة. حتى بقى ملح وفلفل وكمون وجوز الطيب حبهان، حتى شوية توابل مشيش توابل بتخليه قمر، توم باودر، بصل باودر، نعناع. اللي بيحب القرفة يحط، يعني اللي مش تعبان قولون يحط قرفة عادي. تمام. وصلصة وقوطة، وبضرب كل ده مع بعضه وبس، وبسبكه على النار وبحط فيه الرز وبلفه لفة كده مش يستوي. هو بصوا هو ني اصلا رز، بصوا هو رز ني، بس بصوا لونه جميل ازاي، تحفة. وهنا بقى الكرنب بتاعي، انا جبت كرنبتين وقطعناهم، وكنا بصراحه كنت شايلهم في الفريزر امبارح. برضو غليتهم في حبه ميه ومعاهم كمون وبرضو سكر وملح وبس كده، وصفيتهم وحطيتهم في المصفى. وادي هنا عملت حبه، وطبعا فلفل فتحته كده من النص اهو، وهنحشيه قدامكم. هوريكم بقى دلوقتي طريقه لف المحشي عشان خاطر البنات اللي ما بتعرفش. انا كده بصوا مقطعه الكرنب حتت صغيره. بنجيب الكرنبه كده تمام، بتقطعي حته صغيره زي ما انتي بتحبي ان انتي تعمليها. تمام. هوريكم بقى ايه دلوقتي. ادي حته الكرنبه اهي، قربيها كده. بصوا اهو انا عملتها اهو، بس هحشي بقى قدامكم عشان البنات اللي ما بتعرفش تحشي. ناخد فيها حبه رز على ايدك على الترابيزه في طبق كده. تمام. نقفل عليها كده كده عشان الورقة كبيرة. احنا هنعملها بالطريقه دي عشان الورقه كبيره. الورقه لو صغيره هتلفيها عادي جدا. تمام. وهنعصرها كده، نتك عليها تكه ونحطها ايه في الحله. نعمل واحدة كمان. نعمل بقى واحده كمان. وهعمل معاها مثلا فراخ لحمه. انا عن نفسي هعمل معاها فراخ، وهكمل معاكم الفيديو ده بكره. هوريكم تسويه المحشي عامله ازاي، وهوريكم هيطلع عامل ازاي، وهعمل معاها ان شاء الله فراخ في الفرن باذن الله. بصوا اهو نحشي بقى. اجرب معاكم نحشي بقى ورق عنب. هوريكم بقى طريقه لف الورق العنب اهو. بصوا هنحشي على الناحيه الخشنه مش الناحيه الناعمه، عشان شكل الحله يبقى حلو. الناحيه اللي فيها خطوط اهو. نحط حبه. هجيب دي كده اهو واجيب التانية كده، دي ماما يا بنات. واقوم اسحبها كده واسحبها كده واعمل لها كده والفها اللور كده اهي. اهو بصوا جميله ازاي، تطلع صغيره وحلوه. حلوه قوي. بس ونحطها بقى في الحله بتاعتنا. اهي. بصوا انا كنت عامله كنت انا عامله نصها وكده مليتها. تمام. هنعمل واحده تانية. هوريكم واحده تانية واروح انا بقى اكمل الحشو بتاعي. اوريكم بقى الحلل بعد ما اتحشت. نتقابل بكره في الحلال. اوريكم بكره ان شاء الله بقى نتقابل في الحلل. بعد ما اسوي المحشي بكره ونعمل الفراخ برضو. قبل ما اعمل الفراخ هوريكم الطريقه بتاعتها. تمام. دي ورقه نص ورقه بس ممكن برضو تتحشي. مش هتترمي والله. اهو كده الفها الاول لفه، بعد كده اجيب الشمال واليمين
واقوم الفها لورا كده اهي. بس بصي طالعه جميله ازاي. بس كده هروح بقى انا نكمل حشو ورق العنب. الخلطه دي يا بنات محطوط فيها دبس رمان. بكره هناكله بايه؟ بدبس رمان. هحط من على وشه كده بعد ما يستوي بقى. وايه الله تمام. بس ده كده بصوا الترابيزه بتاعتنا اهي. هروح انا بقى اكمل الحشو بتاعي وارجع لكم تاني. هرجع لكم بقى بعد ما اخلص ان شاء الله. بصوا يا بنات انا كده حشيت المحشي بتاعي. ادي الكرنب والفلفل اهو، وادي ورق العنب اهو. ودي فرخه بقى هعملها لسه بنقعيها في ميه وخل. بس طبعا انا كنت غسلها امبارح في دقيق والمحلول بتاعها، والنهارده نقعتها في شويه كمون وجوز الطيب وحبهان ورق لورا وميه خل ليمون ماشي عشان الزفره تروح. وهسلقها واحمرها. دي بقى شويه زرع كده يفتحوا النفس للحياه. وهنا كان عندنا شوربه بط. اي شوربه عندك بقى اهي. ودي شوربه اهي. ايه هحطها على المحشي. انا هسقي المحشي معاكم دلوقتي قبل ما احطه على النار. انا معاكم اهو خطوه بخطوه من امبارح، من ساعه رحله المحشي والورق وكل حاجه. هنعمل ايه؟ هفتح برطمان صلصه. تمام. اللي ما بتعرفش تفتح برطمان الصلصه يا بنات ازيكم عاملين ايه؟ انا ماما مها. طبعا ده اول لقاء ليا معاكم، بس انا كان ليا لقاء في قناه تانية بس اتقفلت. فاللي ما بتعرفش تفتح الصلصه بعمل كده بالسكينه اهو. نشد لبره شويه عشان الهوا عشان ايه؟ اخلي ضغط الهواء يتسرب عشان اعرف افتحها. وبعد كده بمسكها كده. قربي هاتي. بعد كده بمسكها كده اهو وافتحها. سهل فتحها. خلاص. هنعمل ايه بقى؟ بعد كده هروح طبعا على الشوربه اهي. هاخد معلقه من الصلصه احطها عليها. اي شوربه عندك، شوربه بط، شوربه فراخ، شوربه لحمه، المهم انها ايه تكون شوربه حلوه. طبعا هتدوقي الحدوقيه بتاعتها. تمام. هنحط معلقتين صلصه وهنقلب كده. بصي هي بيبقى فيها نسبه دهن بسيطه، بس انا لازم احط لها ايه شويه زيت يا بنات. ليه بقى؟ الزيت هيدي لمعه للمحشي، وفي نفس الوقت هتلاقي المحشي بيلمع كده حلو. اهو هحط معاكم شويه زيت. هي الشوربه اللي لسه غلياها حالا، يعني ما اديتهاش مش بارده. الشوربه لازم تكون سخنه تتحط على المحشي. خلاص اهو. احكي لكم حكايه المحشي ده. المحشي ده يعني المحشي. ما انا احكي لهم حكايه المحشي الاول. ما احنا هنسقي المحشي، بس احكي لهم حكايه المحشي. حكايه المحشي ده كان امي الله يرحمها كانت ما بتعرفش تعمل محشي. بصوا يا بنات انا ما بحطش، ما بغرقش المحشي لغايه اخر الحله، لا بديها مساحه. بديها ايه مساحه. وبعمل كده عشان الشوربه تنزل، وفي نفس الوقت انا بجيب طبق شايفينه اهو. طبق اهو شايفينه. احطه على المحشي كده. خلاص. هتقولوا لي ليه؟ عشان مفيش اي حاجه من المحشي تتفك، وفي نفس الوقت ايه
ما تقبش لبره فما تستويش. تمام. بس تجيبي طبق يستحمل حراره يعني. طبق يستحمل الحراره، طبق صيني، بس الصيني اللي هو المتين الحلو ده. طبق صيني المتين الحلو ده من جهازي انا، الله يرحم بقى. ماشي. لسه محتفظه بشويه حاجات بعد طبعا ما اولادي كبروا وهم صغيرين قعدوا يكسروا في الحاجه، ففاضل حاجات بسيطه. خلاص. وهنغطي المحشي وايه ونوديه على النار. نفس الحكايه مع ورق العنب. شويه شوربه اهو. شايفين يا بنات؟ ده بعد ما يخلص بقى تحط عليه دبس رمان. يا خرابي اهو. هوريهولكوا بقى وانا بغرفه واحط عليه دبس رمان اهو. بصوا نفس الحكايه، انا ما غرقتش الايه البتاع كده، ونفس الحكايه هعملها، ونفس الحكايه هجيب طبق صين برضه احطه، بس المره دي طبق صغير عشان خاطر ايه الحله صغيره. خلاص اهو. تمام. واغطي الحله عشان احطها على النار. على النار واطيه بقى. خلاص. لا الاول على النار عاليه لغايه ما يبدا يتشرب شويه، اقوم موطيه النار عشان يستوي يبقى حلو. خلاص يا بنات. ودي الفرخه بالنسبه بتاعتنا للفرخه بقى الغلبانه دي هنغسلها. احنا غسلينها اوريدي بميه وماء وملح وليمون وورق لورا وخل وجنزبيل. دول يخلوا لك الزفاره تروح خالص. ده عن خبره طبعا، انا ست عندي 65 سنه، فعن خبره يعني، عشان اي بنت لو متعرفش ايه تغسل الفراخ. خلاص. هنسوي المحشي وهنغسل الفرخه وبعدين نرجع لكم تاني. بصوا يا بنات هنرجع لكم تاني بعد ما سلقنا الفرخه اهي مرحومه. جبنا بقى هنا ملح وزيت دبس رمان كاتشب صلصه ملح فلفل. تمام. وهنعمل لها بقى ايه الدهان بتاعها عشان نحطها في الفرن. ماشي. هما الوركين خصموا بعض اهو. هنعمل خلطه قدامكم. معلقه صلصه، بصوا يا بنات هاخد معلقه صلصه، شويه ملح بس مش كتير عشان الفرخه ما تملحش، شويه زيت، شويه زيت يا حاجه علشان احنا نتغدى. فلفل اسود، واخيرا وليس اخيرا حبه دبس رمان. حبه دبس رمان بقى عشان يديها اللون التحفه. بصوا يا بنات الدبس الرمان ده من شركه فريش. بصوا عامل ازاي دبس الرمان ده من شركه فريش، بس تحفه حلو قوي. جربوها يعجبكم جدا. منتجات فريش على فكره جميله جدا. جربتها موتزاريلا وحاجات وهم. بصوا على شويه كاتشب كاتشب عشان الدنيا تبقى مسكره سيكا. بصوا الزرع ده انا جايباه من فتح الله. بصوا حلو قوي. لازم كده تحطي ورده وتفتحي الحياه، تفتحي نفسك على الدنيا وانت بتعملي. وهنقلب الهيصه دي اهو. بصوا اقوم اخد بالمعلقه او الفرشه، بس انا عندنا الفرشه باظت بصراحه كسرت. بصوا يا بنات اهو ادي الفرخه. بصوا بقى هي لما تخش الفرن كل الحلاوه دي هتلاقوها غامقه. نحاول نلم الفرخه كده عشان بس يخش لها في كل مكان. تمام. بصوا انا هندهنها بقى هندهنها ونرجع لكم. احنا كده دهنا الفرخه، بس حاولنا نلم بس الوركين على بعض عشان هي طبعا اتفتحت لان هي استوت بزياده. ماشي. هنحطها بقى في الفرن وبعد ما تطلع من الفرن بصوا يا بنات انا ممكن احطها كده، بس طبعا كده هحطها هتتحرق،
فهحط نقطة زيت عليها، تمام، عشان ما تتحرقش، ونقطة زيت في الصينية، ونحطها جوه الفرن. مش هتاخد اكتر من ايه، من ربع ساعة. وتبقى جميلة. وهنخلص بقى كمان المحشي يستوي، ونوريكم بقى الاكل والشكل النهائي بقى والحاجة اللي تفتح النفس. يا بنات الاكل بتاعنا طلع وبقى جميل. ادي الكرنب، وادي محشي الفلفل، وادي الفرخة بتاعتنا بعد ما طلعت، وادي الورق العنب. بس ده الاكل بتاعنا. اللي عاجبه بقى الفيديو ما ينزل يشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وشجعنا بكلمة حلوة كده. بس انا كده عملت معاكم ورق العنب والكرنب من الف للياء من امبارح لحد النهارده. تمام، سيبكم بقى في امان الله ومع السلامة.